طب يعني هو بس سؤال، انا كنت عايز اعرف اجابته. بيراميدز احنا شفنا ان هي خدت البطولة افريقيا، اشتغلت على نفسها، ولا قالت في مؤامرة، ولا قالت في ظلم، ولا في فجر، ولا صدروا للعيبة بتاعتهم مبررات، ولا في ظلم في التحكيم، ولا الكلام ده خالص. مفيش. بيراميدز قفلت ودنها، اشتغلت على نفسها، جابت لعيبة، جابت صفقات، جابت مدرب كويس، ويلا. لكن كل اللي انت بتصدره للاعيبتك ديت هو ده سبب اللي انت فيه دلوقتي. اللي انت فيه ده دلوقتي سببه هو انت. انك تشجع بيراميدز، وانك تروح تشجع سان داونز، وانك تروح تشجع، انت اللي عملت في نفسك كده. انت اللي مأخر نفسك. انت اللي مأخر نفسك. انت مصدر للعيبه بتاعتك في ظلم في التحكيم، في مؤامره كونيه ومش عارف في ايه، في البتنجانيه. انت اللي بتعمل ده في نفسك. انت اللي بتعمل ده. انت شفت امبارح بيراميدز عملت ماتش عالمي، كسبت سان داونز، خدت البطوله. في ايه؟ ولا فيها مؤامره، ولا في حاجه اسمها انا اجتهدت، في حاجه اسمها انا تعبت، في حاجه اسمها ان انا اشتغلت على نفسي، في حاجه اسمها ان انا سديت ودني على المؤامرات والظلم والكلام دوت واشتغلت على نفسي. انت ما عملتش كده. انت كل بطوله بتروح منك تقول لك ده ظلم تحكيمي، ده مؤامره كونيه وكلام ايه يا عم. لا، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها كده. انتوا مبوظين النادي. انتوا كنادي الزمالك انتوا مبوظينه، ولاده مبوظينه. اسالوا نفسكم بتعملوا ايه؟ بتصدروا اللعيبه ايه؟ سلام.